الله. شو بدك تقولي؟ هاي، اهلا. كيفك؟ شو احوالك؟ لا بس الحمد لله. حضرتك بدي اسالك بس سؤال، انت على ما يبدو انه سمعت انك تونسيه صح؟ اي بس اللي يسمعك تحكي ما شاء الله لانه لبنانيه. ضيوفي كلهم من العالم العربي. بتعرفي انه لما بتستضيف يعني مثل البلاد العربية، لكن معروف عن اللهجه التونسيه انها مفهومه بالنسبه للوطن العربي، يعني انه اللهجه يعني متداوله، يعني اغلبيه الناس يعرفوا برشا، يعرفوا كلمه خفيف مثل برشا برشا، يعرفوا برشا بركه، ما بيعرفوا قصص كثيره، بس يعرفوا برشا بركه وما يفهموش لانه لما كان فيكي مثلا تبيضي اللهجه شوي يعني. ما فينا نبيض، احنا مش مثل الجزائر ومثل المغرب فيكم تبيضوا اللهجه، احنا ما نجموش نبيضوا اللهجه، نبيضوا اللهجه يعني نحكيوا باللغه العربيه الفصحى. انه كثير صعبه يعني عنا. نفس الشيء نفس الشيء عنا احنا. انتوا استانستوا انكم تحكوا في لغتكم، تبيضوا لهجتكم حتى في لغتكم العاديه. فهمت يعني تتكلموا، احنا ما مستانسناش، ما عندناش انه ما عندناش نحكيوا باللغه العربيه الفصحى. ما علينا. اللهجة اللبنانية طبعا لهجة خفيفة وقريبة من القلب. أي واحد أكيد. وش يفهموني الجمهور، لأنه جمهوري بتعرفي إنه مش من تونس بس، جمهوري من كامل أنحاء العالم. طبعا يعني برنامج مكسر العالم. ميرسي. لهيك اخترت إنه أحكي بلغة لبنانية، لهجة باللهجة اللبنانية أو باللغة اللبنانية مثل هي بعضها. هي بالأول بالآخر لغة عربية. لغة عربية. قررت نحكي باللغة اللبنانية لأنه احنا إذاعتنا في لبنان مقرها لبنان، واللغة اللبنانية يعني اللهجة اللبنانية مفهومة من كل الدول العربية. طبعا هي واللهجة المصرية والسورية، يعني أكثر اللهجات. السورية في قصص ما بتقدري تفهميهم لأنه لا بالعكس شباك وشنو. لا مع يعني حاليا مع الدراما السورية ومع انه بس الدراما السورية بس يعني اصبحت اللهجة السورية لهجة قلب الحدث، بس ما تعطيكش اللهجة الساحة تاعهم. ما علينا. ضيفتنا منورتنا كندا. بنورك.